فاكر أشهر جملة قالها الفنان عزت العلايلي في فيلم بئر الخيانة؟ أيوة، عاش خاين ومات كافر، واللي اتقالت على نور الشريف اللي كان هو الخاين في الفيلم. فيلم بئر الخيانة على فكرة هو قصة حقيقية من ملفات المخابرات المصرية، بطلها الحقيقي شاب اسكندراني اسمه رجب عبد المعطي، اتولد في حي الأباري بالإسكندرية في أول أكتوبر سنة 1937. لكن انت عارف بقى، يعني في الأعمال الدرامية عامة لازم تلاقي إيه؟ القصة متغيرة حبتين، مزودين أحداث، قاصين أحداث، وطبعا ده لاعتبارات كتير خاصة بالأمن القومي. ولا أقولك خلينا بقى إيه نحكي القصة الحقيقية لفيلم بئر الخيانة والجاسوس رجب عبد المعطي. رجب عبد المعطي اتولد في عيلة إلى حد ما غنية. والده كان عنده مكتب للخدمات البحرية، والغنى والطرف ده خلق ليه حالة من الغرور، وكانت أول نتيجة لده إنه فشل في الثانوية العامة. المهم، عن طريق علاقات والده قدر يجيب له وظيفة بسيطة ككاتب حسابات. طبعا ده كان في مينا اسكندرية، واشتغل في الوظيفة دي أكتر من 3 سنين. لكن بقى أنت عارف التمرد كان في دمه، ما استحملش كتير وابتدى يحلم انه يسافر اليونان، وقعد بقى يفرك ويتحايل على والده انه عايز يسافر، ووالده كان رافض تماما على فكرة. ولكن مع اصراره وشغل الزن بقى كده والده وافق، ولكن كان متأكد انه هيفشل، يعني عارف ابنه بقى وفاهم اللي فيها. المهم رجب سافر فعلا وراح بنسيون متواضع بمدينة بيريا اليونانية، وبالصدفة كده قابل واحد يوناني كان معرفة قديمة وليه أعمال في اسكندرية، واستفاد منه بطريقته بأنه نصب على الراجل اليوناني وأخد فلوسه منه، وراح هرب على أتينا، ونزل برضه في بنسيون متواضع، وفضل شهر كامل يدور على شغل مناسب وما لقاش أبدا. عارف ليه؟ لأن الشغل المناسب بالنسبة لرجب كان ليه مواصفات خاصة جدا، مش أي شغلانة كده وخلاص. فهو كان شايف نفسه حاجة نادرة وعبقري زمانه، فلازم يشتغل شغلانة تليق بيه وبإمكانياته. المهم يا سيدي، وهو بيتمشى في أتينا قابل شاب مصري من الصعيد بيشتغل في مصنع عصاير، فعرض عليه يشتغل معاه، ولكن كان شايف إن الشغلانة دي مش قد مقامه برضه، وطبعا رفض. فالشاب الصعيدي كان طيب كده وكان جدع، وقال يعني يتصرف بجدعانة الصعيدة، فنصحه لوجه الله وقال له بص يا ابن الناس، انت الافضل ليك ترجع تاني على مصر، لان مش صعب حد من مخابرات البعدة يوقعك في شباكهم، وهوب تلاقي نفسك خاين لبلدك. رجع رجب على البنسيون بتاعه وقعد يفكر في كلام الراجل الصعيدي. طيب لو رجعت على مصر هيكون شكلي ايه قدام اهلي؟ هيقولوا عليا ان انا فاشل اكيد. وإذ فجأة حد يخبط على باب أوضته في البنسيون اللي هو قاعد فيه، يفتح يلاقي موظف الحسابات جاي يطلب سداد فاتورة مصاريفه، وطبعا فلوسه كانت خلصت خالص، فبقى مش عارف يعمل ايه ولا يقول ايه للموظف. المهم هداه تفكيره، ويا ريته ما كان هداه، وقال للموظف اديني بس فرصة كده لبكرة وانا هدفع لك الفلوس. قفل الباب من هنا وراح ماسك ورقة وقلم وقعد يكتب جواب، وراح خارج من البنسيون. وتفتكر يعني كده يروح على فين؟ راح على سفارة إسرائيل في اليونان، وش كده. طيب الجواب اللي كان بيكتبه ده كان فيه ايه؟ اقول لك انا، كان باختصار بيقول لهم انه شاب مصري ساكن في بنسيون اسمه كذا، وانه جاي من اسكندريه مضطهد ومظلوم يا عيني، وعايزهم يمدوا ليه ايد المساعده، اصلهم يعني ناس طيبين قوي وكده. المهم سلم الجواب ده بنفسه لموظف الامن في سفاره اسرائيل، ومر تقريبا 3 ايام وجاله مندوب على البنسيون اللي قاعد فيه، واخده على السفاره، وهناك بقى سلم جواز طبعا سفره اول حاجه، وملى استماره كده علشان يكتب كل المعلومات عن نفسه واهله ومعارفه. ولما عرفوا انه كان شغال في مينا اسكندرية طلبوا منه يكتب بالتفصيل كل حاجة عن المينا، وهو الصراحة كان الايجو عنده يعني عالية حبتين، فابتدى يستعرض المعلومات اللي عنده باستفاضة. البعدة نفسهم ما كانوش متخيلين انها هتوصل لهم سهل كده، فطبعا كان رجب عبد المعطي جاسوس لقطة بالنسبة لهم. المهم البعدة قرروا انهم هيجندوه لحسابهم، وراحوا سددوا ديونه في البنسيون ونقلوه لفندق فخم، وغرقوه بقى في ليالي سهر وشرب والذي منه بقى وانت عارف. بعد كام يوم زاروا ضابط من مخابرات البعدة واسمه الحركي أبو إبراهيم، وبلغوا إنهم هيسافروا تل أبيب في خلال أيام، واداله $400. وفعلا
وصل لمطار اللد ووصلوه لشقة مخصصة لتدريب الجواسيس. وطبعا كالعادة كان في واحدة في انتظاره اسمها زهرة علشان تلبي يعني ايه كل طلباته. المهم بعد كام ساعة راح للموساد واتعرض على جهاز كشف الكذب وعدى منه، والصراحة لقوه صادق بزيادة، فادوله رتبة رائد في الجيش الإسرائيلي وابتدوا يدربوه للمرحلة الجاية. وبعد ما خلص تدريبه خالص وبنجاح كانت الخطة إنه يرجع على اسكندرية تاني ويشغل شركة والده اللي في المينا اللي كانت طبعا فلست وقتها، ولكن طلبوا منه إنه الأول يقعد شوية كده في أتينا كنوع من التمويه علشان أهله ومعارفه يتأكدوا إنه ما خابش في اليونان ونجح هناك. وفعلا قعد في أتينا مع اللي اسمها زهرة دي. وفي الفترة دي بقى تخيل كل اللي في دماغه إزاي يحمي إسرائيل من العرب الظالمين، وكده اتعمل له غسيل مخ بكلور. المهم في فترة قعاده في أتينا اللي كانت فترة سنة تقريبا ابتدى يتعرف على الشباب المصريين ويعرض خدماته عليهم وياخد منهم بقى معلومات على قد ما يقدر. ومع الوقت اتعرف للمصريين وسمعته وصلت لاسكندرية، فعرف أهله وجيرانه إن نجح في بلاد بره يعني وما خافش زي ما كانوا متوقعين. وقتها بقى أبو إبراهيم اللي هو ضابط الموساد سمح له إن يرجع تاني على اسكندرية واداله مبلغ مالي كبير علشان يجدد شركة والده في مجال الخدمات البحرية من تاني. رجع بقى رجب على اسكندرية، وتفتكر بقى عمل إيه؟ عاش في دور الراجل الناجح المتدين اللي بيقدم خدمات كبيرة لأي حد، خصوصا إن سمعته كانت سابقاه من أتينا، وجدد شركة والده وخلاها شركة شيك جدا. وسنة 1971 افتتح الشركة بحفلة كبيرة وعزم كل معارفه وقرايبه وبعض المسؤولين وعمل حملة دعاية كبيرة جدا. ومخابرات البعدة ساعدته كمان إنه يكون وكيل لكذا شركة عالمية، والشركة كبرت وتوسع فيها وعين موظفين بعدد كبير، وبقى ليه اسم كبير في المينا إنه من أهم الشخصيات فيها وراجل ليه ثقة كبيرة جدا. وطبعا كان سهل عليه يعمل علاقات مع مسؤولين كتير ويوطد علاقته بيهم. المهم قدر يعرف معلومات كتير مهمة في المينا وكل حاجة بتحصل على الرصيف الحربي، وما كانش صعب أبدا يوصل للمعلومات دي لأنه مش بيصير أي شكوك ولا حد كان يتوقع إنه خاين أصلا. المهم يعرف معلومات من هنا ويوصلها للبعد باللاسلكي من هنا، وفضل كده لشهور. وقامت حرب أكتوبر العظيمة وانتصرنا الحمد لله، والكل أكيد كان فرحان وحاسس بنشوة النصر، إلا العاق رجب عبد المعطي كان زعلان زعل على البعدة. في الفترة دي جات له تعليمات إنه يتابع دخول وخروج السفن السوفيتية بالمينا، وما كدبش خبر وبقى رايح جاي على المينا بشكل ابتدى يلفت النظر ويبعت المعلومات برسائل مشفرة على روما. ولكن بقى أقول لك رسائل رجب برضو بقت كتير جدا لدرجة لفتت نظر انتباه ضابط المخابرات المكلف بمراقبة البريد من وإلى أوروبا، وكشف الرسائل المشفرة. وبعدها جهاز المخابرات المصرية حط كل تحركات رجب وعلاقاته وأعماله واتصالاته كمان تحت المراقبة. طبعا أدلة إدانة رجب كانت لا تعد ولا تحصى. ولكن تخيل بقى لسخرية القدر، وأفراد من المخابرات المصرية عنده علشان يعني يقبضوا عليه جات له رسالة مشفرة ليه عن طريق ساعي البريد، وفتحوها وطلبوا منه فك شفرتها. فطلع إن مخابرات البعدة كانوا بيطلبوا منه يقابلوه في أتينا أول مارس، فالتهمة كانت لابساه. فتم القبض على رجب عبد المعطي في يوم 13 أكتوبر سنة 1975. المهم في جهاز المخابرات المصرية اتحقق مع رجب عبد المعطي واستجوبوه استجواب عنيف، واتحكم عليه بالإعدام شنقا، لأنه طبعا باع نفسه ووطنه لأعدائنا وكان بكامل إرادته، ورضي إن يكون معاه جواز سفر إسرائيلي ورتبة عسكرية في الجيش الإسرائيلي. انت عارف في وقت انتظاره لتنفيذ حكم الإعدام تخيل كان بيتعامل أسوأ معاملة من زمايله المسجونين. تصدق حتى المجرمين كانوا قرفانين من وجوده ومش طايقين عملته السوداء، وكانت ياما بتحصل خناقات معاه جوه السجن، فالحراس اضطروا انهم يعزلوه في حبس انفرادي. وفاتت اسابيع ورجب ما بيكلمش حد خالص وجاله اكتئاب حاد،
وفي مرة دخل عليه السجان لقاه غرقان في دمه. رجب عبد المعطي انتحر عن طريق عدسة من عدسات نظاراته الطبية وقطع بيها شرايينه. وقتها بقى مأمور السجن قال أشهر جملة اللي اتقالت في فيلم بئر الخيانة: عاش خاين ومات كافر. وخلصت حكاية الجاسوس رجب عبد المعطي الجاسوس المغرور. لينا لقاء تاني مع حكاية تانية قريب إن شاء الله.